كونه انه هو قائد نادي النصر، وكونه انه هو يلعب في شوف انا حسين عبد الغني ذهب لرجال الامن للتوسط للمشجع الاهلاوي الذي رفع يعني اللافته. طبعا شعور وتصرف اكثر من رائع من هذا النجم الكبير اللي بيثبت كل يوم انه هو بصراحه يتمتع باخلاق عاليه بجانب المستوى الكبير لهذا اللاعب. واعتقد انه يعني ليس بغريب على حسين عبد الغني انه يتصرف هذا التصرف، لانه مثل ما الجماهير الاهلاويه حبت عبد الغني، فحسين عبد الغني ايضا هو يحب جماهير النادي الاهلي وليس غير جماهير النادي الاهلي. هذا طبعا المكان الذي رفعت فيه اللوحة التي كتب عليها الخائن ورقم 24، وهنا يعني المحادثات التي حدثت بين جمهور نادي الأهلي ربما عتبا على من رفع هذه اللوحة. وهنا أيضا يبدو أن حسين عبد الغني تسبب في تخليص هذين المشجعين من رجال الأمن، ويبدو أن المشكلة في طريقها للحل. ونحن نشاهد ابتسامة حسين عبد الغني لأحد مشجعين الأهلاوي. أعتقد لو كنت مشجع أهلاوي كابتن حسين رفعت لافتة لحسين عبد الغني بأنه خائن، ثم يأتي حسين عبد الغني اللي يخلصك من رجال الأمن، راح تكون موقف محرج جدا. والله شوف العبارات اللي زي هذه يعني احنا مفترض ان ما نوصل لها، لكن انت حطيتنا الحين في خانة اليك على قول الحجز. ها